وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فارتباط زمان وان وحين اي محمد صدى زار ناصرين اي شفيع دار رعدته في ذروب ناية امته للسقير مستغاث ودك وضوغنا كارم فناء تشفعون. صل يا ربي على خير البشر طاهر طيب طول برشجر او حبيب رونيا قاسم انا عالم قال وكفايه حتى بيت الحرام لو شريف زمزم وركن المقام. صل يا ربي على خير الورى ما تسير الشمس في سبع الورى فخر ابراهيم واسماعيل ما رميت اذ رميت كوشي دار دستي دست دار الكاروبار. صل يا ربي على ختم الرسل ما يموج العاشقون في سبل او كلمه خشنه ويتشتت فغبارا دويسي ويمنون. اي شفيع صاحب يا محمد من هنا بحقنا نسيان واحمد لمهيبي وثقتي السكي رجل الله يرتاح العصير قد بيت الهجن هذا المنجر يذكر شوقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي نور الكون بذات المحمدية قمر الهداية وكوكب العناية من الله بالحب وجعل اسمه صلى الله عليه وسلم كاسم الجلال في تركيبات الحرفية وفضله على سائر الأنبياء وشرف أمته على الأمم السابقة الأولية فكان للآخرين ختاما وللأولين مدا وانزل التشريف في محكم الآيات القرآنية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واستغفروا من الذنوب واطلبوا الفوز والرجاء والأمنية واسألوا العفو والعافية لي ولمن اتبعوا ولا واشهد ان لا اله الا الله شهادة نتحقق بها افراد الذات الاحدية فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبدك الذي فتحت به طلاسم القلوب الكونية ورسولك الذي منحت بنزيد العناية قواه فانقادت ملوك الحكم طائعة لهيبته الجلالية وحمى بحصانه فسمدي ومحك بسيف سطوته كل من قالته وعظاه. اغفر الله ما قبره الكريم بعرف شزير من صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ألا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فضائل جلية فمن صلى عليه مرة واحدة 10 عليه صلى الله. والصلاة من الله تعالى رحمة وعناية عليه وبها ينال المرء ما لا يناله بفضله وتقواه وهي معروضة عليه صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية ويحبها ويكافئ المصلي بها وتعم بركات والجار والآل والذرية وتنصر المصلي على من ظلم وعاضى ويرد السلام من صلى الله عليه وسلم بفرح ومسرورية فقد نقل من برزخ إلى برزخ ولم تفارق الحياة. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مفتاح الخيرات الدينية والدنيوية فيا طوبى لمن جعلها شربا وغذاء. أطير الله عنا قبره الكريم بعرف شزين من صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم متحدثا عن الشمال الجنوبية وكان أكثر الناس وما لا
كيف لا وهو الوسيلة العظمى والمؤمنين أولياء لهم التحدي يحشر الناس حفاة عراة ويقاسون من ألم الحبل والرحمة على تقوى القوى البشرية حتى يتمنوا الانصراف ولو إلى سجين الجحيم والعذاب. ثم يتذكرون الوسائط بينهم وبين ذات الأحدية فيأتون آدم عليه السلام إلى البناء وقضاء فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده واسكنك الجنة ووجد لك ملائكة علمك اسم كل شيء رضا اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من تلك الأهوال القوية ألا ترى ما نحن فيه من العناء والمقاصة فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله بالكلية ونهاني عن أكل الشجرة فعصيت نفسي النفس يذهب إلى نوح النبي الأوى. ثم يأتون نوحا عليه السلام فيقولون أنت أول الرسول إلى سكان المواطن الأرضية وسماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما بلغنا لا تشفع لنا ذات العالية فيقول كما قال آدم بالأكل وما يذكر ما اختلف بالنسبة إلى مقام ويقول اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله ثم يأتون إبراهيم عليه أسمى التحية الوردية واستشفعون به فيجيبك الأول يذكر ما جنى ويقول عليكم بموسى فإنه عبد قربه الله نجيا وكلمه بالطور سيناء وانزل عليه التوراة ثم يأتون موسى عليه السلام فيذكر ما ذكر الأول من الجمل الكلامية ويقول عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته أتاه حكما في سباه ثم يأتون عيسى عليه السلام وبين كل نبي ونبي في سنة عددية فيقول لست لا ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله مصطفى فإنه عبد رفع عنه الأدنان الوزري عليه وعلى سائر الأنبياء من الله أسكى صلوات وأصنع صحايا أعطني الله ما قبره الكريم بعفو جزيل من سلام وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا وانطلق على الفورية فيخر تحت العرش العظيم ساجدا لله فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك كل قضية واشفع تشفع واسأل تعطى كل ما تتمنى فيقول أمتي أمتي يا عالم الأسرار الخفية فيقول الله تعالى لجبريل اذهب إلى حبيب محمد بن عبد الله فقل إنا سنرضيك ولا نسوك بأمتك الأمية فيشفع في فصل القضاء وهي الشفاعة العظمى الخاصة به العامة للمسلمين والبغاة وله شفاعات أخرى بأهل الإسلام خصوصية كما رواه الحفاظ واعتمده كل إمام وقواه. ثم يحاسبون إلا من استثناه حديث الليلة المعراجية ويوضع الصراط على متن جهنم فنعوذ بالله من زلة القدم في مصراه. وأول من يجوز على الصراط النبي صلى الله عليه وسلم بأمته الخيرية ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وكلامهم الدعاء بالسلامة والنجاة حتى إذا خلص المؤمنون من نار مخلد فيها الطاغوتية لم يكن أشد مناشدة من أمة محمد في إخوانهم الذين في النار إلى الله يقولون ربنا كانوا يصومون ويصلون معنا ويحجون الكعبة المكية فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فاخرجون خلقا كثيرا من العذاب والأواه ثم يقولون ربنا لم يبقى أحد من أمتنا به في المواد الجهنمية فيقول أرجعوا فمن وجدتم